يا أهلا بالفيلموية. بيحكي فيلمنا النهاردة عن محامي عبقري ومتخصص في الهروب من السجون، وده عشان يحدد نقاط الضعف والقوة بتاعتها، لكن وبسبب شطارته دي بيسجن في واحد من أخطر السجون، وبيبقى لازم إنه يهرب عشان ينقذ نفسه من الموت. فيلا بينا نشوف إيه اللي هيحصل معاه. بيبدأ فيلمنا في سجن بيندووتر في ولاية كولورادو. بنشوف بريسلين وهو قاعد في الزنزانة وعليه حراسة مشددة، وبيجي شخص وبيقول له إن في عصابة من عصابات السجن هتهجم عليك بكرة، فبيرد عليه وبيقول له إنه مستعد ليهم. تاني يوم بيهجم بريسلين على العصابة دي الأول وبيوقع 2 من أفرادها على الأرض، وبسبب اللي عمله ده بيقبض عليه حراس السجن وبيحبسوه في الحبس الانفرادي. بس وهو داخل منطقة الحبس الانفرادي بيبقى قاعد مركز في كل تفصيلة وكل ركن في المكان، وبعدها بيدخلوا الحارس للزنزانة وبيقفل عليه. بيمر عليه يوم في الزنزانة وبيبقى بريسلين برضه قاعد مركز في كل حركة في منطقة الحبس الاحتياطي، وكمان بيبقى قاعد بيعمل كور من ورق الحمام، وكمان بياخد الغلاف بتاع علبة العصير اللي بيجيله ساعة الغداء. وفي نفس اليوم بيقعد بريسلين يعد، وفجأة بيحصل تفجير وحريقة عند بوابة السجن. ولما بيطمن الحراس على وجود المساجين في زنازينهم بيكتشفوا ان بريسلين مش موجود. وفي اللحظة دي بيبقى بريسلين متنكر في لبس واحد من رجالة المطافي، وبيقدر انه يهرب من السجن في عربية مع هاش وابيجيل. بس بينزل من العربية وبيروح ناحية كابين التليفونات وبيتصل بحد وبيقول له ان العرض بدأ، وساعتها عربيات البوليس بتبقى محاصرة المكان، وبيتقبض على بريسلين مرة تانية وبيبعتوه للسجن. بعد كده بنشوف ليستر وهو رايح لمأمور السجن وبيقول له انه المدير التنفيذي لشركة B&C الأمنية، وان مركز السجون القومي وظفهم عشان يفحصوا جودة المنشأة وصلاحيته الأمنية، وان بريسلين هو اللي مسؤول عن كتابة التقرير الخاص بالسجن ده. فبيسأل مأمور السجن بريسلين عن الطريقة اللي هرب بيها من السجن بتاعه، فبيقول له ان خطة الهروب بتتكون من 3 محاور رئيسية، وهم معرفة المخطط بتاع المكان عشان يعرفوا نقاط القوة والضعف في السجن. وطلع ان نقطة الضعف الوحيدة في السجن انه كان مبنى جنب مركز اطفاء. وتاني محور هو المكان اللي هيقدر يهرب منه، وعشان يعمل كده دخل خناقه مع المساجين عشان يروح لمنطقه الحبس الانفرادي. ولما دخل اتصدم ان عدد الحراس كان قليل جدا، وكمان الحراس كان فيهم شيء من الاهمال، وده لان بمجرد ما الحارس دخله للزنزانه بتاعته اخذ استراحه تدخين، وكمان ما كانش الحارس بيراقبه بصفه مستمره، وده كان اكبر غلط. وبكده قرر انه يدخل للمحور الثالث والاخير في خطه الهروب، وهو الوقت اللي هيهرب فيه. فبيسأله مأمور السجن عن الطريقة اللي فتح بيها الزنزانة، لأنها مش بتتفتح غير برمز معين. فبيرد عليه وبيقول له إنه أخذ الطبقة البلاستيكية اللي بتبقى فوق علبة العصير وحطها فوق لوحة المفاتيح، وبكده قدر يعرف الأرقام بتاعة الزنزانة بتاعته. وبعد كده دخل لمحطة الإطفاء لأنها كانت جنب منطقة الحبس الانفرادي، وهرب مع الانفجار اللي حصل. فبيقول ليستر وهو فخور إن بريسلين قدر إنه يهرب من 14 سجن، أكتر تأمين وحماية من السجن بتاعه، وإن موهبة التخطيط والتنفيذ بتجري في دمه من سنين طويلة. وبعد كده بيخرج بريسلين من السجن وبيركب العربية مع أبيجيل وبيروح للشركة واللي بيبقى مقرها في لوس أنجلوس، وبيروح لقاعة المؤتمرات، وهناك بيقابل جيسيكا واللي بتقعد تمدح في كتاب بريسلين اللي لسه نازل السوق جديد. بتبقى جيسيكا جاية من وكالة الاستخبارات الأمريكية عشان توظف بريسلين في شغلانة جديدة، وهي إن في سجن جديد هيتنقل فيه أخطر المساجين في البلد، وبيبقى السجن ده لسه في المرحلة الأولية، عشان كده محتاجين بريسلين إنه يجربه ويقول هيعرف يهرب منه ولا لأ. وبتقول لهم كمان ان الحكومه ملهاش اي علاقه بالسجن ده، لان التمويل بيبقى من مجموعه رجال اعمال ومستثمرين، وكمان اللي بيدخل للسجن ده لازم يضمنوا انه هيختفي من سجلات الحكومه، عشان كده عايزين يضمنوا انه سجن صعب الهروب منه. بس هاش وابيجيل بيقلقوا من كلام جيسيكا وبيحاولوا يخلوا بريسلين يرفض الشغلانه دي، لكن ليستر بيقول له انهم عارضين ضعف الاتعاب اللي هو بياخدها. وكمان جيسيكا بتقول له ان العمليه دي مهمه جدا لامن الولايات المتحده، يعني بمثابه عمل وطني. وكمان بتقول له ان في حاله الموافقه فمش مسموح له انه يعرف مكان السجن عشان محدش من المساجين المستقبليين يحاول يهرب منه او حتى يعرف المكان اللي هو هيتحبس فيه. وتاني يوم بيستعد بريسلين هو وفريقه للمهمه، وبتقول له ابيجيل انه هيدخل السجن باسم أنتوني بورتس من مواليد مدريد، وداخل السجن في قضيه ارهاب كبيره. وكمان مأمور السجن اللي هو هيدخله ده اسمه روجر مارش. وبعد كده بيزرعوا جهاز تتبع في جسمه عشان يقدروا يحددوا مكانه. وبيقول له هاش قبل ما يتحرك انه لو مش عايز يكمل المهمه لازم عليه انه يقول رمز
الإخلاء بتاعه وهو 310275. وبعدها بينزل بريسلين للشارع وبيبدأ يتحرك فيه، وفجأة بتظهر عربية سودة كبيرة وبينزل منها 2 بيكهربوه وبيركبوا فيها غصب عنه، وكمان بيشيلوا جهاز التتبع اللي مزروع في كتفه وبيخدروه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه قاعد في أوضة إزاز، وبيلاحظ إن كل الزنازين اللي حواليه نفس النظام، الكل بيبص على بعضه، وكمان بيبقى السجن متراقب بنظام أمني صعب جدا لدرجة إن كل شوية بتظهر كاميرات عشان تراقب المساجين، ده غير الحراس اللي بيبقوا متوزعين في السجن كله وبيراقبوا المساجين في كل لحظة. بعد كده بيجي مأمور السجن وبيبقى اسمه هوبز، فبيسأله بريسلين عن المأمور مارش، فبيقول له مفيش حد هنا بالاسم ده. فبيستغرب بريسلين لأنه كل حاجة متفق عليها بتبقى متغيرة، وعشان كده بيقول للمأمور رمز الإخلاء بتاعه، بس المأمور هوبز بيتريق عليه وبيقول له انت مش هتطلع من هنا مرة تانية، لأن هو ده المكان اللي بتنتمي له. بنروح لهاش وأبيجيل واللي بيبقوا مستغربين لأنهم مش عارفين يوصلوا لمكان بريسلين لأول مرة، وده بسبب إن الشريحة المزروعة في دراعه بتبقى اتكسرت. وبعد كده بنشوف بريسلين وهو خارج من الزنزانة بتاعته هو والمساجين عشان الحراس ياخدوهم لساحة السجن، وفي طريقه للخروج بيبقى بريسلين مركز في كل تفصيلة وكل ركن موجود في السجن عشان يحط خطة للهروب. وفي ساحة السجن بيحاول مجموعة من المساجين إنهم يضايقوا بريسلين، بس هو بيقدر إنه يضرب الزعيم بتاعهم، وفجأة بيظهر واحد اسمه إيميل روتماير وبيأمر باقي أفراد المجموعة إنهم يبعدوا عن بريسلين. وبعد كده بيروح يتعرف على بريسلين وبيقول له أنت دخلت السجن هنا ليه يا بورتس؟ بس بريسلين بيقول له مالكش دعوة، فبيقول له إنه كان بيحمي راجل مهم اسمه مانهايم، ودخل السجن هنا بسبب حمايته للراجل ده لأنه كان بيسرق الفلوس من الأغنياء وبيديها للفقراء، عشان كده اتقبض عليه عشان يعرفوا مكان مانهايم. وفي الآخر بينصحه إنه يبعد عن المشاكل عشان يقدر يعيش هنا وما يتقتلش. وبنروح لمكتب المأمور هوبز وبنشوفه وهو بيزعق لدريك رئيس الأمن بتاع السجن، وده لأنه قتل مسجون من المساجين اللي موجودين من غير ما حتى يعرف المعلومات اللي مخبيها، وعشان كده بيقرر هوبز إنه يخصم شهر من مرتبه. بعد كده بنشوف مجموعة من المساجين المسلمين وهم بيصلوا، وده بيخلي روتماير مستغرب جدا لأنهم مش بيقدروا يشوفوا نور الشمس عشان يعرفوا مواقيت الصلاة، يبقى إزاي بيصلوا طول اليوم كده؟ وبيقول الكلام ده لبريسلين، فبيرد عليه بريسلين وبيقول له إنه ملوش دعوة باللي بيحصل هنا. فبيسأله روتماير للمرة التانية عن السبب في سجنه هنا، فبيقول له بريسلين إنه مش بيحب يتكلم عن الموضوع ده، فبيقول له روتماير إنه لو محتاج أي خدمة يقول له وهو هيعملها له على طول. وبيكمل بريسلين مراقبة للحركات اللي بتحصل في السجن، وكمان بيحاول يميز الحراس بعلامة محددة عشان يقدر يعرف مين المهمل ومين الجد. وبعد كده بيطلب من روتماير إنه يساعده في دخول الحبس الانفرادي، فبيوافق روتماير وبيضربه، وبيدخل الاتنين في قتال عنيف عشان الحراس يدخلوهم الحبس الانفرادي، وفعلا بتنجح خطتهم وبيدخلوا الحبس الانفرادي. بس لما بيدخلوا الزنزانة بيتصدم بريسلين لأنهم بيشغلوا نور عالي جدا وسخن لدرجة إن عينه بتوجعه، بس هو في الزنزانة دي بيلاحظ وجود فتحة لكنها بتبقى متربطة بمسامير. وفي نفس الوقت بيروح هاش وأبيجيل لليستر عشان يقولوا إن بريسلين مش عارفين مكانه لأن الشريحة تم نزعها من دراعه، فبيقول لهم إن موظفة وكالة الاستخبارات قالت إن ممنوع يعرفوا مكان السجن ده لأنه فيه أخطر المجرمين الدوليين. بس هاش بيتخانق معاه وبيطلب منه إنه يتصل بيه عشان يطمنوا على صحة بريسلين، فبيوافق. وبنرجع تاني لبريسلين واللي بيبقى قاعد مع دكتور السجن، وبيحاول بريسلين إنه يعرف منه مكان السجن، بس وقبل ما يقول أي حاجة بيزعق دريك للدكتور عشان ما يتكلمش مع المساجين. بيخرج الدكتور بسرعة عشان ما يحصلوش مشكلة. بعد كده بيخرج بريسلين وروتماير من الحبس الانفرادي، وبيسألوا روتماير عن سبب مراقبته للقاعة باستمرار وكمان عن طلبه لدخولهم الحبس الانفرادي، فبيقول له بريسلين إنه هيقدر يخرجه من المكان ده بس هو محتاج قطعة معدنية. فعلى طول بيروح روتماير لحارس من حراس السجن وبيطلب منه مقابلة هوبز، فبياخدوه الحراس على مكتب هوبز اللي أول ما بيشوفوا بيسألوا عن مكان مانهايم، فبيشتموا روتماير وبيهينوا، فبيأمر هوبز الحراس إنهم يضربوه، بس وهو بيضرب بيقدر إنه ياخد قطعة معدنية من على الأرض من غير ما ياخدوا بالهم. وبعد كده بيروح لبريسلين وبيسلموا القطعة المعدنية وبيطلب منه إنه يعرفوا الخطة بتاعته، فبيقول له بريسلين إنه شغال في شركة أمن وبيبقى مهمته كتابة التقرير عن جودة السجون ودرجة الأمن اللي فيها، وقدر في خلال ال8 سنين اللي فاتوا إنه يهرب من 14 سجن. وبيكمل كلامه وبيقول له إنه ألف كتاب وجمع فيه عصارة خبرته في الهروب من السجون، بس بيشك إن هوبز استخدم الكتاب ده عشان يصمم السجن بتاعه، وإنه لما دخل السجن ده كان المفروض يختبروه هيقدر يهرب منه ولا لأ، بس واضح جدا إنه كان فخ وشكله كده مش هيخرج من السجن ده أبدا. وبيطلب من روتماير إنهم يرجعوا تاني
الحبس الانفرادي لانه بيشك ان السجن ده موجود تحت الارض، وده لان كل حاجه فيه مبنيه بشكل عمودي، وكمان هو اكتشف فتحه في ارضيه زنزانه الحبس الانفرادي، فممكن الفتحه دي توصلهم لفوق ويقدروا يهربوا من السجن. وبيقول له انه هيستخدم القطعه المعدنيه اللي معاه عشان يقدر يخرج المسامير ويخرج من الزنزانه. فبيعجب روتماير بالفكره وبيقرر انه يشتغل معاه عشان يقدروا يهربوا من السجن. وعلى طول بيقوم من مكانه وبيروح يضايق زعيم مجموعه المسلمين في السجن، وبيبقى اسمه جافيد، واللي بيتعصب وبتقوم خناقه كبيره بين المساجين، وعشان كده بيدخل الحراس وبياخدوا المشاغبين على الحبس الانفرادي. وبمجرد ما بيدخل بريسلين للحبس الانفرادي بيبدا انه ينفذ خطته ويقدر انه يخلع المسامير واحد ورا التاني. بعد كده بيدي اشاره لروتماير عشان يعمل فوضى ويغطي عليه، وبعد كده بينزل بريسلين في نفق تحت الزنزانه بتاعته، بس بيلاقي مواسير ميه وخراطيم كهرباء كتير جدا، وبالغلط بيكسر ماسوره من مواسير الميه دي وهو طالع عليها. وفي نفس الوقت بيوصل هوبز للزنزانه بتاعت روتماير عشان يعرف سبب الفوضى اللي هو عاملها. وبنرجع تاني لبريسلين واللي بيوصل لسطح السجن وبيتفاجئ انه في سفينه في عرض المحيط، فبيرجع تاني للزنزانه بتاعته، بس بيتفاجئ ان ماسوره الميه اللي اتكسرت غرقت الزنازين كلها، فبيجري باقصى سرعه لانه بيبقى عارف ان الحراس هيخرجوا المساجين عشان ما يغرقوش بالميه. وفعلا بيوصل في الوقت المحدد وبيخرج مع باقي المساجين، وبيسالوا روتماير عن مكانهم، فبيقول له انه مش عارف لانهم على سفينه في عرض المحيط. وبنروح لأبيجيل واللي بتسأل ليستر للمرة التانية عن مكان بريسلين، فبيقول له انه كلم جيسيكا وهي قالت له انه في السجن دلوقتي وكل حاجة ماشية زي ما هم مخططين. ولما بتخرج من مكتبه بيتصل بيه هوبز وبيقول له انه لازم يتأكد من ان بريسلين مش هيخرج من السجن ده تاني، وكمان بيقول له انهم لازم يعرفوا مكان مانهايم لان في عدد كبير من البنوك مستعدة انها تدفع اللي هم يقولوا عليه في مقابل انهم يمسكوا مانهايم لانه مسبب لهم مشاكل كتير. وبيطلب منه انه يضغط شوية على روتماير عشان يعرف منه مكان مانهايم. وبعد كده بيعرف هوبز ان بريسلين قدر يخرج من زنزانة الحبس الانفرادي، عشان كده بيقرر انه يعذبه ويمنعه من النوم. وبيتعب بريسلين من كتر التعذيب اللي حصل فيه، وبيقرر انه يتخلى عن فكرة الهروب من السجن، بس روتماير كان بيشجعه على طول وبيطلب منه انه يستحمل ويبقى قوي عشان يقدروا يخرجوا من السجن. وفي يوم بيسأله روتماير عن السبب اللي خلاه يشتغل الشغلانة دي، فبيقول له انه كان محامي وسجن شخص، وبسبب كده الشخص ده اتعهد انه هيقتل عيلة بريسلين كلها، وبسبب الوعد ده حاول الراجل انه يهرب من السجن اكتر من مرة، بس للأسف واحدة من محاولاته دي بتنجح وبيخرج يقتل مراته. عشان كده بدأ يشتغل الشغلانة دي عشان يضمن ان مفيش اي مجرم هيقدر يهرب من السجن مرة تانية. فبيقول له روتماير انه كمان عنده بنت وعايز يخرج من السجن عشان يطمن عليها، وبيقول له يا تخرج من السجن معايا وتعاقب الناس اللي خدعوك يا اما تموت هنا. وفي نفس الوقت بيبقى هاش وابيجيل قدروا يعرفوا اسم السجن اللي في بريسلين، وبيبقى اسمه سجن المقبرة، بس مش بيقدروا يعرفوا مكان السجن خالص. وبعد كده بيجرح بريسلين نفسه وبيروح للدكتور بتاع السجن، وهو هناك بيسأل الدكتور على المكان اللي هم فيه، بس الدكتور بيخاف يقول له اي حاجه. وعشان كده بيعمل بريسلين حركه بيقدر بيها انه يسرق مجموعه من المعدات الطبيه اللي في اوضه الدكتور، وباستخدام الادوات دي بيعمل آلة اسمها السدس عشان يقدر يحدد موقعهم فين، وبيدي الآلة لروتماير. وفي نفس الوقت بيلاحظ دريك وهوبز ان بريسلين بيخطط لحاجه، عشان كده بيأمر هوبز دريك انه يجيب بريسلين عشان يحققوا معاه. وبعد كده بيقول هوبز لبريسلين انه قدر يستفيد من الكتاب بتاعه في تصميم السجن ده، وعشان يضمن ان سجنه ما يخترقش بعد كده بيقول له انه مش هيخرج من هنا تاني ابدا. فبيعرض على بريسلين انه يعرفه مكان مانهايم، وده لانه روتماير بيثق فيه. فبيقول له هوبز لو قدرت تعرف مكان مانهايم والشبكه بتاعته هيخرجه من السجن ده. وبعد كده بيروح بريسلين لروتماير وبيطلب منه انه يسلم آلة السدس لجافيد، وبيقول له انهم هيخرجوا من السجن لو تعاون معاهم، وبيقول له كمان انه هيلعب مع هوبز عشان يقدر يكسب وقت ويهرب. وبيوافق جافيد انه يتعاون معاهم، وبيروح لهوبز وبيقول له ان في مجموعه بتخطط للهروب، وانه هيقول له على اساميهم في مقابل انه يخليه يصلي بالليل وهو شايف السماء، وكمان ان يبقى معاه نسخه من القرآن. فبيوافق هوبز وبينفذ كل شروطه، وبكده بيقدر جافيد انه يحدد احداثيات الموقع باستخدام آلة السدس اللي اخذها من روتماير. ولما بيشوف بريسلين الاحداثيات بيقدر انه يعرف انهم قريبين من سواحل المغرب، فبيقول روتماير ان عنده صديق في المغرب ممكن يساعدهم. وبعد كده بيروح بريسلين لدكتور السجن وبيطلب منه انه يساعدهم في الهروب من السجن، وده لانهم في السجن ده ظلم. وبيقول له لو مش مصدقني روح لمكتب هوبز هتلاقي الكتاب بتاعي اللي انا مألفه. وفعلا بيروح الدكتور لمكتب هوبز وبيقدر انه يتاكد من كلام بريسلين، وبيطلب مقابله بريسلين وبيقول له اقدر اساعدك ازاي. فبيقول له انه يتصل بصديق روتماير في المغرب عشان يعرفه موقعهم ويجي ينقذهم.
وبعد كده بيروح جافيد يوصل معلومات غلط عن المساجين اللي بيخططوا للهروب من السجن، وعشان كده بيطلب هوبز تضعيف الحراسة على المساجين دول وكمان على بريسلين لانه بيشك فيه. وبعد كده بيبدأ بريسلين ينفذ الخطة بتاعته وبيفتعل خناقة مع المساجين في قاعة السجن، ولما بيروح الحراس عشان يفضوا الخناقة بيبدأ المساجين يهجموا عليهم ويضربوهم، فبيستغل بريسلين المشكلة دي وبيهجموا هو وجافيد وروتماير على الحراس، وبياخدوا منهم مسدس وبيبدأوا يتحركوا ناحية السطح وبيبدأوا يعطلوا في كاميرات المراقبة اللي موجودة في طريقهم، بس هوبز بيأمر بقفل كل أبواب الخروج. فبيبدأ بريسلين يفكر في طريقة تانية يقدر بيها يطلع لسطح السفينة، وبيشوفوا طريق تاني وبيبدأوا يتحركوا فيه، بس بيظهر دريك وباقي الحراس وبيبدأوا يضربوا عليهم نار وبيصيبوا جافيد، بس بريسلين بيقتل الحارس اللي ضرب جافيد بالرصاص وبيشيل جافيد وبيكملوا طريقهم، بس دريك وباقي الحراس بيحبسوهم في مكان وبيدخلوا عشان يخلصوا عليهم، بس بريسلين بيقدر انه يقفل الباب عليهم في المكان ده، وبيطلب بريسلين من روتماير انه يحمي جافيد لحد ما هو يروح يفصل الكهرباء عن السفينة كلها عشان الابواب تتفتح ويقدروا يهربوا، بس جافيد بيقول لهم انه كده كده هيموت وبيطلب منهم انهم يهربوا وهو هيغطي عليهم، وبياخد جافيد المسدس وبيبدأ يقتل في الحراس واحد ورا التاني، بس هوبز بيظهر وبيقتله. بعد كده بيطلب من دريك انه يروح لغرفة المحركات ويقتل بريسلين قبل ما يفصل الكهرباء عن السفينة، وفعلا بيروح دريك لغرفة المحركات وبيدخل مع بريسلين في قتال عنيف، بس بريسلين بيقدر يقتله وبيفصل الكهرباء عن السفينة كلها. وفي الوقت ده بيبقى صديق روتماير وصل للسفينة بالطيارة بتاعته وبيبدأ يضرب بالنار على طاقم السفينة، وبيقدر روتماير انه يخرج الاول لسطح السفينة وبيجري ناحية الطيارة، بس الحراس بيخرجوا وبيضربوا عليه نار وبيتصاب واحد من اللي في الطيارة، فبيمسك روتماير سلاحه وبيضرب على الحراس وبيخلص على عدد كبير منهم. اما بريسلين فبيبقى بيدور لسه على مخرج، وبيبدأ هوبز هو والحراس انهم يدوروا عليه، بس بريسلين بيقدر انه يخرج عن طريق فتحة الخزان اللي في غرفة المحركات، وفي اقل من دقيقة بيلاقي نفسه بقى في المية، وبيقرب روتماير منه بالطيارة وبيرميله سلم، بس هوبز بيقدر انه يشوفهم وبيبدأ يضرب عليهم نار، فبيرمي روتماير مسدس لبريسلين وبيبدأ يضرب رصاص على الحراس وعلى هوبز، وفي اللحظة دي بيتصاب روتماير في كتفه وبينقطع جزء من السلم بتاع الطيارة، فبيضرب بريسلين على براميل البنزين اللي موجودة على سطح السفينة فبتنفجر وبيتقتل هوبز. وبعدها بيهربوا من السفينة وبينزلوا على شاطئ في المغرب، وهناك بيقابلوا جيسيكا واللي بتطلع بنت روتماير، وكمان روتماير بيطلع هو مانهايم، وان جيسيكا خططت لكل ده عشان يقدر بريسلين يهرب ابوها من السجن. وقبل ما بيمشوا بتعرفوا جيسيكا ان ليستر كان هيبوظ الخطة بتاعتها كلها لانه تعاون مع هوبز عشان يعرفوا مكان مانهايم وياخدوا المكافأة اللي معروضة على راسه. وبعد كده بيروح بريسلين يقابل ابيجيل واللي بتقوله انها هي وهاش قدروا يعرفوا ان ليستر هو السبب في تعذيبه وكمان تعاون مع هوبز ضده، وده عشان اتعرض عليه منصب كبير في السجن ده، وبتقول له ان هاش قدر ينتقم منه وده عن طريق تخديره، وبيحبسه جوه حاوية على سفينة في وسط المحيط. وبيخلص فيلمنا على كده. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.